كان الوضع مختلف يا كابتن في 2010. انا معاك. اولا احنا كان معانا جيل مميز جدا وجهاز مميز جدا، والكرة في العالم ما كانتش زي دلوقتي. دي كانت احسن من دلوقتي. ده دلوقتي بقت خيش وقاش. المانيا بتخرج من اول الادوار، بلجيكا اللي كانوا بيقول لك تاني اللي على العالم وما اعرفش، واسبانيا والبرتغال، ومش كل الفرق دي. اتضح ان انت لما بتبقى يعني مجهز نفسك كويس، وفي انسجام بينك وبين اللعيبه، وفي حب بينك وبين كلعيبه والاداره، وعندهم راجل دكر جاب الراجل دوت بعد بطوله افريقيا اللي هو خدها من النادي الاهلي ومسكه، واخد بالك، ويعمل بيه الانجاز ده. هو ده اللي ينقصنا، القرار، الجرأه. وبعد كده انا بقول لك، والمصحف هنروح في حتت بعيده في كل البطولات، بس يبقى في عدل. في عدل. العدل اساس الملك. طالما انت وصلت للنقطه دي، والله العظيم ما تخاف من اي. ما هو هقول لك على حاجه، احلى ماتش عملته المغرب في تاريخها امبارح، واتظلمت. هم قدموا احتجاج. انا بجد يعني من حقهم. امبارح يا اسلام في ضربه جزاء ما يختلفش عليها حد، والحكم ده ظلمهم، واخد بالك. مش فرنسا دي اللي هي بطله العالم، اللي كل واحد دلوقتي يقول لك ايه، لا فرنسا عندها امبابي، عندها جريزمان، عندها جيرو، عندها مش عارف، صح؟ تمام. امبارح كانوا عاملين ايه قدام فرقه المغرب؟ كانوا عاملين ايه؟ ارانب. والمصحف ارانب. فرقه المغرب، بص انا هقول لك على حاجه بقى بجد. هو طبعا الراجل له كان كل العذر. انا دلوقتي داخل هلاعب بطل العالم، وزي ما قلت لك الاسماء اللي قلت لك عليه، جيرو ده اللي هو راس حربه، تحتيه جريزمان، تحتيه مبابي، والناحيه الثانيه ديمبلي. فرقه اسماء ترعب. فالراجل نازل الاول يقفل دفاعاته، ويبدا ان هو يحسس على اللقاء عشان يعدي اول ربع ساعه نص ساعه للحته اللي هو عايزها، ان ما يخش فيها جوان. يهدى شويه. دخل فيها جون في اول 5 دقايق. ان يغير الطريقه ويبدا يهاجم، وهو اللي يمتلك ويستحوذ ويضيع واحده في القايم، واحده تانية تقف تحت رجل الراجل ده. دي من غرائب الكوره. الكوره دي ربنا مش شاهد. ماشي، بس انا بقول لك، وطبعا ضربه الجزاء لو الكورتين دول دخلوا ضربه جزاء المغرب تكسب، صح؟ بلاش تكسب، كان جه جون شرفي، واخد بالك. ولكن ان حته الاصرار وحته التحول من الحته، بص يا اسلام، صعب جدا. هتخليك معاه ولا هتقعد؟ معاك والله. عشان والله انا اقول جمله مهمه في الكوره. والله معاك. صعب جدا لما يكون مدير فني محفظ لعيبته، بالذات في التكتيك الدفاعي، صعب جدا ان هو يتحول للحته الهجوميه زي ما اتحولت امبارح فرقه المغرب. صعب. ليه؟ لان كل اللعيبه وهو بيبقى تركيزه ان انا ما اخش فيها جون طول ال 90 دقيقه، صح؟ فلما دخل فيه جون وعمل الشكل بتاع امبارح ده، لا شابوه. وفرقته، ما هو ده ليه بقى؟ هتقول لي اللعيبه ومش ما فيش الكلام ده يابا. لا لعيبه يابا، اسمعني. قدرات لعيبه بتساعدك. يا حبيبي اسمعني. هي اللعيبه دي محترفه من امتى؟ امبارح ولا من فتره؟ ثانيه بس، يعني انت مقتنع بالراجل ده في الحته بتاعت امبارح دي اللي هو يحول الفرقه؟ ايوه. هو طبعا له غلطات في الحته بتاعت التغييرات. غلطات ايه؟ ده واصل نص نهائي كاس عالم يا حبيبي. لا يعني اسمع، ارحمني. ماشي. مش انت بتقول لي واصل؟ ماشي. بقى بقول لك ايوه، بس في حاجات انا ممكن اعلم عليها، والناس المدربين تعلم عليها، والمحللين. يعني انت مثلا النصيري ده اللي هو بيلعب فيرود ده، ليه في الدقيقه 60 بتغيره؟ مع ان بيبقى مكسر الدنيا وانت كنت محتاجه. الله اعلم، جايز لاسباب اخرى. يعني ايه؟ ماشي بعدين. لا يعني انت امبارح مثلا انت محتاجه ان في كرات عرضيه هتتعمل، انا مغلوب بطلعه ليه في الدقيقه 60؟ مع ان انا امتلكت المباراه واستحوذت وبدات اعمل عرضيات. ده الماتش اللي قبليه في ماتش البرتغال طلع اعلى من الجون بقد ايه عشان يجيب الجون، واخد بالك. فانا في الحاله دي لا اغير فكري، بس مش هي تفاؤل وتشاؤم بقى في الدقيقه 60 زي ما عندنا هنا مدربين كانوا بيعملوا في الدقيقه 60 و65 لازم ده يغير وده يطلع وهي كده بتفائل وبتشاء. لا، غير السياسه دي هتبقى مدرب عبقري.
ايوه ماشي. ما هي دي حاجات بس ايه ما ياخدش باله منها غير. هرجع واقول لحضرتك ان منتخب المغرب اللي ساعد وليد الركراكي في اللي حضرتك بتقوله ده، نوعيه اللعيبه اللي موجوده وقدرتهم ووجودهم في اوروبا، وان هم كمان يا كابتن رضا بعد كابتن رضا والله ما اسمعني يعني النهارده اشرف حكيمي، اسمعني بس، اشرف حكيمي وهو بيلعب امبارح قدام امبابي هو ايوه عشان بيلعب معاه بس كده ماشي. فما فيش رهبه ان راجل انا بواجه يا راجل يا راجل. ده يعني امام عاشور استنى بس ده امام عاشور لما لعب على ساديو ماني هنا في الماتش الاولاني ولا مش عارف الثاني ولا كان في ماتش ايه اللي لعب عليه، اقسم بالله حطه في جيبه.